سيادنا السلام عليكم. طلاق، الكلمة اللي كتفرق جوج قلوب جمعهم الحب، الكلمة اللي كتشتت أسر وتشرد أطفال، الكلمة اللي كتشرب من كاس الحياة مرارة كل من عاشها أو عايشها. علاش الطلاق انتشر في بلادنا؟ كيفاش الإنسان كيقتنع بفكرة الطلاق؟ وشكون الخاسر الأكبر؟ خليكم معنا. الأكيد ما غيختلف معايا حتى شي واحد ملي نقول أن نسبة الطلاق في بلادنا ارتفعت بشكل مخيف، لكن حتما غادي نختلفوا في الأسباب المؤدية لانتشار هذه الظاهرة، حيت كل واحد فينا كيفسرها من الزاوية اللي كتعنيه. فكاين اللي كيشوف باللي أسبابها قانونية وكيرجع اللومة على مدونة الأسرة اللي بسطات إلى حد ما المسطرة ديال الطلاق، بالإضافة التنصيص ديالها على طلاق الشقاق، يعني طلاق لاستحالة العشرة. بمعنى آخر أنك يمكن لك تطلق بلا ما يكون شي سبب مادي ملموس، طلق لمجرد أنك ما بقيتيش قادر تعيش مع داك الإنسان. وكاين اللي كيرجع السبب لسوء التفاهم المادي أو المشاكل المرتبطة بالمصروف. كمثال كتلقى المرأة خدامة والراجل خدام وما متفقينش على الطريقة كيفاش غيصرفوا، أو لا الراجل خدام والمرأة ما خداماش وما كيصرفش عليها كيف خاصو، أو هي كتطلبوا بشي حاجة أكثر من جهدو، أو لا المرأة خدامة والراجل ما خدامش وهي عليها الحمل كله. وكاين اللي كيشوف باللي السبب راجع لانفتاح الأسرة على الإعلام والإنترنت، وكيشوف باللي المسلسلات الناطقة أو المدبلجة للهجة المغربية كتساهم بشكل كبير في تنمية الأسرة المغربية بنفس المشاكل اللي كتمثل في هذه المسلسلات. ومادام دائما كيسوقوا الطلاق على أنه حل وأنه حاجة راقية، تحول من ظاهرة مستهجنة اجتماعيا للموضة. لكن شخصيا كنختلف مع جميع هذه الآراء السابقة، واحتمال كبير نكون غلط. كنشوف باللي السبب الرئيسي لارتفاع الطلاق في المغرب هو راجع لمرحلة ما قبل الزواج. فمن جهة كنلقاو نسبة كبيرة من الشباب سواء ولاد أو بنات ملي كيبغيو يرتبطوا مع شريك الحياة كيقلبوا على الطمع المادي وكيغمضوا عينيهم على بزاف السلبيات اللي احتمال كبير تدمر علاقتهم الزوجية مستقبلا. ومن جهة أخرى فمعظم الشباب ملي كيتعرفوا على الإنسان اللي غيرتبطوا به كيحاولوا يبانوا ظريفين وكيهتموا رومانسيين وملائكة، لكن الطبع كيغلب التطبع، وما هي إلا أيام أو شهور أو سنوات، وكل واحد كيبدا يبان على حقيقته، ومن هنا كتبدا المشاكل. مي الحاجة اللي خصنا نعرفوا أن فكرة الطلاق ما كتجيش بين عشية وضحاها، بل كتقطع مجموعة من المراحل قبل ما توصل للطلاق القانوني. وأول مرحلة اللي هي مرحلة الطلاق الفكري، ففي هذه المرحلة كيبداو الأزواج يتناقروا على أبسط وأتفه الأمور، وكل واحد فيهم كيبغي ينتصر للرأي ديالو، كيبغي يبين راسو انه هو اللي على حق. ومن بعد كتجي مرحله الطلاق العاطفي، وكيولي الصمت هو اللغه السائده وسط الدار، وكتبرد جميع المشاعر الدافئه اللي كانت في الاول، وكيولي كل واحد فيهم كيتمنى لو ان الزمن يرجع للوراء باش ما يختارش نفس الشخص. وكنتيجه مباشره للمرحله الاولى والمرحله الثانيه كتجي مرحله الطلاق الجسدي، وهنا الازواج كيبداو يتفادوا انهم يتجمعوا بلاصه واحده، وكيتحول الجنس من حاجه اللي كانت كتشكل مصدر لذه لحاجه اللي كتولي كتشكل مصدر الم. وكيوليو الازواج مخيرين بين جوج الحوايج، اما غادي يصبروا ربما يتحقق التوافق وكتستمر العشره، واما كيمروا للمرحله الرابعه اللي هي مرحله الطلاق القانوني او الشرعي. وكلنا كنعرفوا حجم المعاناة اللي يقدر يعيش الإنسان في هذه المرحلة، سواء بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل، بالأخص إذا تعلق الأمر بحضانة الأطفال والنفقة ومجموعة من المشاكل. من الحاجة اللي خصنا نعرفوا أن هذه المرحلة ماشي هي آخر مرحلة في مراحل الطلاق، بل كاين مرحلة اللي أصعب منها واللي هي مرحلة الطلاق النفسي. فما نظنوش ان الانسان اذا طلق من الناحيه القانونيه غادي يقدر بكل سهوله ينسى الانسان اللي كان معاه مهما كان السبب ديال الطلاق، حيت ماشي سهل انك تنسى انسان اللي عشتي معاه شهور او سنوات، انسان اللي تشاركتي معاه الحلوه والمره. واغلب الناس في هذه المرحله كيحسوا بواحد النوع ديال الندم، بالاخص في الشهور الاولى من بعد الطلاق القانوني، لكن كبريائهم وظروف الحياه كتخليهم يعفطوا على المشاعر ديالهم ويواجهوا الواقع الجديد اللي عايشينه. هذا الواقع اللي وإن كان كيجلب واحد النوع ديال الراحة النفسية من بعد المشاكل، فهو عنده انعكاسات سلبية وعلى جميع الأطراف. فالراجل كيعيش أزمة ثقة في النساء وكيحس بالفراغ العاطفي والجنسي، بالإضافة لهذا الشيء كيصعب عليه أنه يتأقلم مع الوضع الجديد، وغالبا كيبقى يرد اللوم لراسو بحكم أن الراجل هو اللي كيبادر للإفصاح عن الرغبة ديالو في الزواج من بنت معينة.
اما المراه فبالاضافه للصدمه العاطفيه والنفسيه اللي كتعيش من بعد الطلاق، فهي كتولي عرضه للتحرش الجنسي من طرف افراد المجتمع، وبالاخص في دول العالم الثالث اللي كيشوفوا في المطلقه بحال شي فريسه سهله، بالاضافه للمشاكل الماديه اللي تقدر تطيح فيهم الا ما كانتش خدامه. لكن الضحايا الحقيقيين ديال الطلاق ماشي هي الزوجة أو الزوج، حيت كل واحد فيهم قادر يبني حياته من جديد، بل هما الأطفال اللي كيفتحوا عينيهم في واقع ما عندهم حتى ذنب فيه. وكيختلف التأثير ديالو على حسب المرحلة العمرية ديال الطفل ملي كيوقع الطلاق، واش ولد أو بنت، وغالبا كيأثر على مستوى مردودهم الدراسي والقدرة ديالهم على التركيز والانتباه. بالإضافة لهذا الشيء كيتسبب في انهيار البناء النفسي، وكيحسوا بواحد النوع ديال الفراغ العاطفي اللي من المفترض ياخذوه من عند والديهم باش بدورهم يمنحوه لولادهم. فقرة بغيت نقول لك، بغيت نوجه كلامي لثلاثة: المنظمات النسائية والشباب المقبل على الزواج واللي ديجا مزوجين وكيفكروا في الطلاق. بغيت نقول لجميع المنظمات النسائية ومراكز الاستماع باللي المرأة ملي كتجي عندكم تشكي ما كتكونش محتاجة منكم غير محامي اللي باشر لها مسطرة الطلاق، بل كتكون محتاجة للإرشاد والدعم النفسي باش تقدر تحل المشاكل الزوجية اللي كتمر منها، ماشي باش تحل عقد الزواج إلا إذا تعلق الأمر بالعنف. وهنا غادي نكون كنضم صوتي لكم. بغيت نقول لكل واحد كيفكر يرتبط بانسان اخر، حاول تبان على طبيعتك وما كاين تمثل او دير ماسك باش تعجب الطرف الاخر، حيت اللي غادي يبغيك بمزاياك وبعيوبك، دونك حاول تكون انت هو انت. بغيت نقول لكل واحد كيفكر يطلق او كيدوز من مرحله من مراحل الطلاق اللي هضرنا عليها، حاول انك تصحح المسار وتصارح شريك حياتك بالاخطاء اللي دار في حقك او العيوب اللي فيه، وكون اكيد انه الا كان كيبغيك غادي يبدل راسو على ودك. دونك خليو الطلاق كاخر ورقه تلعبوا بها، ماشي على ودك، ماشي على ود شريكك، وانما على ود ولادكم باش ما يضيعوش. سيادنا، حلقة اليوم سالات ومعها كيسالي الموسم الأول من سلسلة عندي مشكل. ما تنسوش أنكم تشاهدوا الحلقات السابقة، ما تنسوش أنكم تابوناو في لاشين وتنتظرونا في الموسم الثاني إن شاء الله، وإلى ذلك الحين في أمان الله.